اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف لي حل مع سناء عسلامة. عندي مدة الحقيقة طويلة شوية شفت فيديو على خلطة ولا وصفة الملوخية على الشعر. الحقيقة استفزني الموضوع وبالوقت أنا علقت على الفيديو وقلت مش نجرب الوصفة هذه ونشوف يندرى الحكاية صحيحة وإلا تزيد فيه كما احنا نقولوا بالتونسي. صاحبة الفيديو هي ميزون دي عايشة. حقيقة شكرت هي الوصفة هذه وقالت بصريح العبارة اللي هي كانت ناوية على نية على أساس الملوخية غنية بفيتامين إي. أخي اكتشفت اكتشاف آخر اللي هو الملوخية تنعم وترطب الشعر. أنا مش نجربها ونقول لكم الحقيقة واكتشفت اللي الحكاية حكاية أخرى أصلا. تفرجوا معايا الفيديو ومرحبا بكم. هنا عندي الملوخية البودر ملوخيتنا التونسية خلطتها بزيت الزيتونة حتى ولات معناتها سائلة شوية مش برشا. أنا حطيت شوية خاطر أنا شعري قصير. صاحبة الفيديو أضافت الرند شايح مرحي وزيت زيتونة وخلطتها بالماء. اعتقادي معناتها اللي تنجم معناتها تستغنى على الماء ولا الرند معناتها إضافات أخرى لتعزيز الوصفة. المهم في الحكاية هو الملوخية وزيت الزيتون. حطيت خلطة الملوخية على شعري لفيتها عادي بالورقة ذاك الترانسبارون. خليتها ساعة ونص كما هي قالت. غسلت شعري ماء دافئ. تحس الشعرة ولا تلينة رطبة بك اللعاب متاع الملوخية كما زراعة الكتان. تنحت بسهولة ما فيها حتى قلق. وبعد عملت بالشامبوان وفركت شعري بالباهي وبعد غسلته بالباهي معناتها من الشامبوان. نشفت شعري بالطبيعة خليته في المنشفى شوية ما نشيح الشعر يعني مستحيل بالسشوار. بعد تجربتي الخلط ووصفة الملوخية الشعر ألين أنعم. تلاحظ الفرق بين قبل وبعد. الحقيقة أنا عجبتني وفرحانة بالنتيجة ومش نعاود مرة 2 و3 و4. وأكيد مش تكون النتيجة أروع ومش تكون مذهلة النتيجة. خلف الفيتامين إي الموجود في الملوخية اللي مش يعزز القوة للشعر ويطويل. بالنسبة للريحة الريحة نسمة من ريحة الملوخية ما تظهرش وما تقلقش. أنا ما قلقتنيش. اللي يحب يكون باله مرتاح ينجم بعد الشامبوا يشلل شعره بالماء وشوية خل التفاح ويقضي عليها الريحة. تجربة كانت ناجحة. يعطيك الصحة ميزون دي عايشة. إن شاء الله في تجارب أخرى وتنقلكم بسلامة وتشاو.